بطلوا بقى كدب يا جماعه. فراخ ايه اللي في 30 يوم توصل ل 3 كيلو؟ يعني العناوين المضلله دي بجد كانت سبب في ان الناس كتير قوي تجري وراها، وانا واحده كنت من الناس دي. يعني انا واحده من الناس اللي هم يعني ضحايا العناوين المضلله، العناوين الكدابه. يعني انت هتستفادي ايه لما تفهميني وتفهمي غيري ان انا ممكن اجيب الفراخ دي، الفراخ اللي هي كتكوت عمر يوم ده، وبعد 30 يوم، بعد شهر بالكمال والتمام، بالتمام والكمال، يوصل ل 3 كيلو؟ طب ازاي يعني؟ ازاي بالعقل كده؟ انا كنت بصدق، يعني ما اكذبش عليكم، انا كنت واحده من الناس بصدق الكلام ده. بس لما ربيت بقى مره واثنين وثلاثه عرفت ان لا، ما فيش حاجه اسمها كده اصلا. تعالي بقى خدي انا مني الكلام عن ثقه، وتعالي خدي مني الكلام الصح عن تجربه كذا مره. انا ديلي يعني عايزه اقول لك اديلي سنتين بربي الفراخ البيضه دي، وهقول لك بقى الخبره بالظبط، وهقول لك يعني كل حاجه، كل التفاصيل ان شاء الله هتلاقيها في الفيديو ده. بس قبل ما نبدا بقى في الفيديو، ما تنسيش تحطي لي لايك كده للفيديو، وتشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي زرار الجرس وشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد. وبلاش بقى يا جماعه العناوين المضلله، وبلاش نجري ورا العناوين المضلله، وحكمي عقلك وفكري كده في الكلام قبل ما تنفذيه. الفراخ دي بسم الله ما شاء الله بتكبر بصوره مهوله، وبتكبر بسرعه جدا، بس مش لدرجه 3 كيلو في شهر. هي ممكن 3 كيلو في 40 يوم، في 45 يوم، لكن مش في شهر. دي بتبقى مجرد بس عناوين كده لشد انتباهكم. صليتوا على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. استغفرك ربي واتوب اليك. هنا كان عندي بقى شويه غسيل، قلت اغسلهم واحطهم في الغساله قبل ما نشوف بقى موضوع الفراخ بتاعنا. بحب اول حاجه اعملها الصبح كده ان هنا ايه الفوط دي، لقيت العيال مكومين فوط، مكومين فوط في الحمام، وانا ما بحبش كده بصراحه. انا بحب يعني ايه، يعني واحده واحده كده، فوطه فوطه. المهم لقيتهم كلهم مكومين وكلهم مبلولين، ماشي. فرحت قلت اغسلهم، بعد كده بصيت فيهم لقيتهم اصلا هم مش محتاجين ان هم يتغسلوا، مش هامله انا الغساله على الفاضي. قلت خلاص هحط شويه هدوم غامقه كده عشان عيالي كانوا نازلين البلد. مش عارفه صاحيه من النوم كده صوتي محشرج. يلا الحمد لله، ربنا يتولانا برحمته. شكرا يا جماعه، شكرا لكل الناس اللي لما طلبت منها تدعي لابني دعوا لي من كل قلبهم، بجد جزاكم الله كل خير. وشكرا على كل الناس اللي كانت فعلا حاسه بيا وحاسه بمعاناتي. من غير ما اتكلم طبعا، في حاجات ما ينفعش ان الواحد يقولها، يعني مش كل حاجه بتتقال. مش كل حاجه بتتقال. بنتكلم وبنعمل فيديوهات وكل حاجه، بس مش كل حاجه ينفع تتقال على النت. من كتر خنقتي ومن كتر ديتي كنت نفسي اتكلم مع حد، نفسي افضفض مع حد يبقى قريب مني، ماشي. بس ما لقيتش حد. قعدت فرشت سجادتي، سجادة الصلاه بتاعتي، وقعدت اشكي ربنا واحكي ربنا وادعي بحرقه، وادعي وانا مفحومه من العياط. وربنا يتولانا برحمته يا رب. معلش هطلب منكم، يعني كل مره هطلب منكم، يا كده كده ابني هو ابنكم، فادعوا له بالله عليكم. كل ما تفتكروني ادعوا لابني ان ربنا يهديه ويهدي ولادنا جميعا يا رب. وانا كمان هدعي لكل العيال يا رب، ربنا يهديهم جميعا. مش عارفه اعمل ايه في صوتي كده. ربنا يهدي ولادكم جميعا وتشوفوهم يا رب، وتفرحوا بيهم كده، وتشوفوهم احسن حاجه في الدنيا. انا كنت بقول المره اللي فاتت تشوفوهم في اعلى عليين، لقيت واحده كاتبه لي في الكومنتات لا، اعلى عليين دي في الجنه. فمش عارفه، ما ينفعش ان احنا نقول عليها في الدنيا، يعني خلاص ما فيش مشكله. يعني ربنا يفرحنا باولادنا ويوصلهم كده، ونقدر ان احنا نوصلهم لبر الامان، ونعدي ونجتاز مرحله المراهقه دي يا رب بسلام وامان، بدون اي خسائر. بجد مرحله المراهقه دي بالذات للصبيان حاجه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صعب بجد. انا المشكله ان انا عندي ولد تاني، ربنا يسترها بقى. لسه التاني صغير، لسه عيل صغير عنده 10 سنين، بس هو ما بيبانش الوقت، عشان بس ما تتخدعيش في عيالك وتقولي انا عيالي حلوين، لا ما بيبانش هم صغيرين. تعالي كلميني كده، وتعالي رد عليهم عندهم 17 سنه و18 سنه. تعالي قولي لي كده ايه الاخبار. ربنا يحميهم يا رب، ربنا يحميهم ويهديهم ويرضى عليهم ويرضى عليهم يا رب ويهديهم، اهم حاجه. هنا بقى دي الفراخ بتاعتي يا جماعه، اهي زي ما انتم شايفين.
انا بعمل ايه، انا طريقتي مختلفه شويه عن الناس اللي بتربي. الناس اللي بتربي بتحطهم في حته واحده، في بوكسه بقى، في عشه، في مش عارف ايه، بيفضلوا فيها. انا لا، ما بحبش كده. انا بالذات انا في الصيف ببقى سايباهم طول الوقت 24 ساعه ليل ونهار. الجو بقى برد كده زي الايام دي، بدا يبرد بالليل شويه. فبعمل ايه، بروح طلقاهم في النهار. اول ما الاقي الشمس طلعت كده والشمس حاميه وحلوه، حته الشمس دي هيتلموا عليها الوقت. اول ما الاقي الشمس طلعت كده وبقت حلوه، اروح ايه سايباهم. حته ان انت تسيبي الطيور دي تجري وتتنطط كده وتلقط من الارض، حتى لو هتلقط رمله وتراب، ده صحي جدا ليهم. وبروح بقى ايه، باجي على بالليل مثلا الساعه 10، مش المغرب ولا حاجه، لسه الجو برده ما بيبردش قوي المغرب، على الساعه 10 كده بروح لماهم وحطاهم في الصندوق بتاعهم تاني، وبغطيهم بقى واقفل عليهم والكلام ده كله. وهكذا كل يوم بقى بعمل كده. عايزه اقول لك الحركه دي حلوه جدا، بتديهم نشاط وحيويه كده، يعني هما بيحبوا كده. وطول ما كنت اقول لك طول ما العيل، طول ما الفرخ بيجري ويتنطط كده هياكل، وطول ما يسحب في العلف هيديكي. هنا بقى رحت جايبه، كان عندي عرقسوس حلو جدا للفراخ، بتجيبي 10 جنيه من عند العطار. بتجيبي ب10 جنيه عرقسوس من عند العطار وتخليه عندك. كنت جايبه عرقسوس وكركديه، حاجات زي كده. وفي الشتاء بقى بنجيب مثلا قرفه، زنجبيل، تبقى حاجات زي كده بسيطه بس بتفرق جدا والله، بتفرق. فهنا كنت قاعده بشكي هم من ربنا واقول يا رب يا رب. انا عارفه ان انا والله يا جماعه ممكن اكون بزعجكم بموضوع ان انا اطلب منكم كل شويه ان انتوا تدعوا لابني، بس الغرقان بيتعلق بقى الشاي. الغرقان بيتعلق بقى الشاي زي ما بيقولوا كده. معلش هفضل الح عليكم كده ان انتوا تدعوا له كتير، علشان ممكن يكون حد فيكم يعني اقرب لربنا مني، وربنا يستجاب لدعوته. اكيد اكيد انا عندي ناس كتير جدا، فاكيد فيهم ناس كتير احسن مني وافضل مني عند ربنا، ودعواتهم ان شاء الله تكون مستجابه. ربنا يهديهم يا رب، ويهدي ولادنا جميعا يا رب، اللهم امين. هنا بقى ايه، لسه ما بدات الشغل البيت ولا اي حاجه. بحب اقعد بقى ايه جنب الفراخ بتاعتي كده استجم شويه. يعني انا بعد ما قعدت شويه كده حتى بسجل لكم الفيديو جنبيهم، وهقوم بقى اخش على البيت واشوف مصالح. عايزه اقول لك الحته اللي انا حاطه فيها الفراخ دي عباره عن مزبله معفنه كده وحشه، عايزه تتنظف، عايزه تتعمل. المطبخ برضو كذلك الامر. عايزه اعمل لعيالي شويه معجنات كده حلوين، عايزه اعمل لهم شويه معجنات كده حلوه. عايزه اعمل حاجات كتير قوي في يومي. يلا ربنا يقويني، احنا لسه في اول النهار ولسه اليوم معانا طويل، وان شاء الله ننجز كذا حاجه يعني. نحاول ننجز كذا حاجه في يومنا. هنا ايه، بحاول بقى ان انا اهش الفراخ بتاعتي كده وازيحهم ناحيه الاكل والميه، يعني بحركهم كده علشان ياكلوا ويشربوا كده وياخدوا راحتهم في المكان. نصيحتي بقى للناس اللي عايزه تربي فراخ بيضه، هاتي وكل حاجه، بس ما تستنيش 3 كيلو عند شهر دي، الا اذا كنت انت بقى يعني فولاذيه، سوبر وومن، ما اعرفش هتعمليها ازاي. بس الناس اللي بتتفرج علينا وبتربي فراخ بيضه يكتبوا لنا كده في الكومنتات. طبعا انتوا ولا عناوين ولا ليكوا غرض من العناوين المغرضه دي ولا اي حاجه، فاكتبوا لنا كده في الكومنتات وقولوا لنا هل فعلا الفراخ بتاعتكم ممكن توصلوها ل3 كيلو في شهر. يمكن انا ما اعرفش حاجه، بس لا انا جربت كذا مره، ما فيش الارقام دي خالص خالص. يعني هو ممكن 3 كيلو في 40 يوم او 45 يوم، ده اللي انا وصلت له فعلا. ممكن علشان انا باجي في الاخر وبعك شويه مع الفراخ، باكلهم بقى عيش وبطاطا وحاجات زي كده، بس طبعا في السن الصغير ده لا. في السن الصغير ده هو علف فقط، علف صافي. لكن لما بيبدا بقى الفرخه عندي من اول 20 يوم كده، ببدا بقى ايه استعبط كده، علشان العلف بقى هم بيبداوا بعد 20 يوم بيبقى سحبهم من العلف ما شاء الله رهيب. فما بلحقش، فبضطر ان انا ادخل بقى عيش، ادخل بطاطا، ادخل رز، اكل البيت كده يعني. فصلوا على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. استغفرك ربي واتوب اليك.
هنا بقى ايه صورت لكم من قرب. نسيت اقول لكم الفراخ بتاعتي دي عمر 10 ايام. دي عمر القطه هيحوم حواليهم بقى، يلا اطلع من هنا اطلع من هنا يا قط. بصوا عمر 10 ايام. باكلهم بقى في الاول كده، دول نوعهم ايه قب. ناس كتير سالتني عن نوع الفراخ بتاعتك ايه قب، ماشي. فباكلهم ايه، باكلهم علف ناعم اللي هو علف تركيز 23% في اول 20 يوم. بعد كده بعد ال 20 يوم بنبدا نخلط لهم بقى، نخلط لهم ايه، نغير لهم بقى العلف وناكلهم علف 21% اللي هو العلف الوسط ده. بس كده سهله يعني تربيه الفراخ سهله. سهله جدا يعني. انت بس هاتي وجمدي قلبك وان شاء الله يعني هتدعيلي بجد. حلوه بتملى البيت خير كده وما شاء الله بيبقوا حلوين يعني. يلا اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.